كلنا اكيد في حياتنا شفنا الحد اللي بيحاول يتحكم فيك بطريقه غير مباشره، يستغل مشاعرك او ضعفك عشان مصلحته. ده اللي بنسميه التلاعب النفسي. النهارده في حلقتنا هنتكلم عنه بالتفصيل، ايه هو وليه بيحصل وازاي نتجنبه. التلاعب هو انك تلاقي شخص بيحاول يسيطر عليك وعلى تصرفاتك وعلى مشاعرك من غير ما تاخد بالك من ده، عشان في الاول وفي الاخر هو اللي يستفيد. مثال سريع كده، حد بيخليك تحس بالذنب عشان تعمل حاجه في مصلحته او هو عايزها، او يحاول يحور الكلام عشان يخليك تقتنع بحاجه غير اللي في دماغك، او انه يلعب على مشاعرك عشان يتحكم فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين إيه يا شباب؟ واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وفي احسن حال. على بركه الله هنبدا حلقه النهارده. انا عبد الله مصطفى. اربط الحزام، الرحله ابتدت. طيب هو ليه الناس اصلا بتتلاعب؟ اول حاجه تحكم وسيطره. في بعض الناس كده بتحب تسيطر وتتحكم في الاشخاص اللي حواليها عشان تحس ان هي قويه. الحاجه التانيه ضعف داخلي. الشخص اللي جواه ضعف او نقص بيحاول يعوض بان هو يسيطر على الناس من حواليه. الحاجه التالته الخوف من الرفض. هتلاقي الشخص ده دايما بيستعمل التلاعب مع كل الناس عشان ما يخسرش علاقاته ومصالحه الشخصيه. الحاجه الرابعه عاده اتعلمها. ممكن يكون اتربى في بيئه ساعدته ان هو يتلاعب بالناس، كان وهو صغير بيشوف الحاجات دي بالنسبه له عادي. طيب ايه اثر التلاعب علينا؟ رقم واحد بيقلل الثقه في النفس. رقم اتنين بيخلي الواحد قلقان وحيران في قراره. هل انا صح؟ هل انا غلط؟ هل الشخص اللي قدامي بيتكلم فعلا زي ما بيقول؟ هيخلي الواحد دايما متوتر. رقم ثلاثة بيخلي الناس حاسين دايما بالذنب والإحراج. رقم أربعة بيخلي الشخص اللي قدامه حاسس إن هو دايما مستغل ومجهوده دايما بيضيع. رقم خمسة العلاقات بتبوظ وراحة البال دايما مش موجودة. طيب إزاي نتعامل مع الشخص المتلاعب؟ رقم واحد خليك دايما واعي. أول حاجة تعملها إنك تفتح عينك وتشوف الأشخاص من حواليك وحاول تحللهم كويس وتشوف الشخص اللي بيتلاعب بيك. رقم اتنين حط حدود، ما تحاولش تخلي حد يستغلك، وأول ما تشوف وقتها قول لأ. رقم 3 اتكلم بصراحة. مفيش مشكلة انك تتكلم باللي جواك وتعبر عن مشاعرك بحرية تامة. رقم 4 خليك هادي، ما تحاولش تخلي الحزن او الغضب يتحكم فيك. رقم 5 اطلب الدعم، حاول تتكلم مع شخص موثوق فيه او متخصص لو لقيت ان الموضوع مستمر معاك، اكيد هو هيفيدك. عرفنا دلوقتي ايه هو التلاعب وايه اثره وازاي نتعامل معاه. خلينا دلوقتي نتكلم على مواقف فعلية بنشوفها او حصلت معانا تفهمنا التلاعب بشكل اكبر. اول موقف معانا، شخص ممكن يكون زميلك في الشغل بيحاول يجاملك دايما عشان تحقق له مصالحه الشخصيه. الموقف التاني ممكن حد من اهلك او القريبين منك يلومك على موقف ويعاتبك على غلط انت ما عملتوش عشان بس يتحكم فيك. تالت موقف اللي مرتبط بيه او شريك حياتك ممكن يضغط عليك بشويه مواقف عشان بس يحقق رغباتك. عامه التلاعب مش بس بيأذي مشاعرك، ده كمان بيضعف شخصيتك على المدى الطويل. لازم تعرف قيمتك وتحمي نفسك وحدودك وما تحاولش تسمح لحد ان هو يتحكم فيك. الشخص اللي بيكون واعي بنفسه ما بيخليش حد يتلاعب بيه ودايما هو الأقوى. ربنا في كتابه الكريم بيقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الآية بتقول لك بشكل واضح ما تحرمش الناس من حقها وما تحاولش تعمل أذى أو إفساد في حياتهم. يعني أي حد بيحاول إن هو يتحكم فيك أو ياخد حاجة مش من حقه أكيد ده غلط. ربنا أمرنا نكون عادلين ونحمي حقوقنا وحقوق غيرنا. فك الحزام، الرحلة لسه مكملة. خلصنا حلقة النهاردة، يا رب تكون الحلقة عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. نعمل سلام.